السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايين نعمل مع بعض البسبوسه المكرمله. احنا طبعا عملنا في القناه هنا البسبوسه العاديه خالص، كانت برضو طريقتها سهله وخفيفه خالص. النهارده بقى عايزه اقولك دي احلى واسهل من البسبوسه العاديه. دي بسبوسه المحلات يا جماعه، مش مكلفه خالص. اول حاجه كده هنقول بسم الله، وهنجيب معانا كوبايه وربع من السكر، عليها كوبايه ونص من الميه. ده هنعمل اول حاجه كده الشربات، عشان اول حاجه لازم بنجهزها بيكون معانا الشربات. ومعانا كده عصره ليمونه، ومعانا معلقه كبيره من العسل النحل، او لو عندك عسل الجلوكوز بتحطي معلقه، او لو عندك شربات تقيل برضو بتحطي معلقه. وبتنزلي كده بعود قرفه، او لو عندك كيس فانيليا بتحطيه. وبنسيبها بقى كده على النار، بنفضل كده ندوب السكر لحد ما السكر يدوب معانا كده زي ما انت شايفه. وبنسيبها بقى تاخد كده غلوتين تلاتة كده لمدة 7 دقايق على النار، وبعدين بنطفي على الشربات. بنيجي هنا بقى علشان البسبوسة بنعمل ايه. بنجيب كيس من البسبوسة، او لو عندك بسبوسة سايبة بتحطي كوبايتين ونص من البسبوسة، ومعاهم كده 3 معالق كبار من جوز الهند. طبعا جوز الهند مع البسبوسة بتخلي ريحتها تحفة، وطعمها كمان بيبقى حلو قوي. وبعد كده بنركنهم على جنب. بنيجي هنا بقى عشان نكرمل السكر. هنا بقى بنحط كوبايه من السكر. بس هي صراحه انا هقولك بقى على تكه كده صغيره. حصلت معايا ان هي السكر بتاعها جه زياده شويه. فانا هنا لو انتي بقى هتعملي كيس بسبوسه من الاكياس، حطي نص كوبايه بس من السكر، كرملي نص كوبايه بس. دي الخطوه اللي انا يعني بنصحك بيها، لان انا حطيت كوبايه وجت معايا السكر بتاعها زايد شويه. لكن هنا هتحطي نص كوبايه بس من السكر وهتكرمليه، وهتنزلي عليه ب3 معالق كبار من السمنه البلدي، بوزن 180 جرام. يعني 3 معالق كبار كده يعملوا وزن 180 جرام. وبتنزلي عليهم طبعا بعد ما السكر معاكي يتكرمل. طبعا في اول الكرمله بتاعه السكر بتحطي ربع كوبايه من الميه على الكوبايه السكر. لو هتحطي نص كوبايه ميه هتحطي برضو بمعدل يعني حبه صغيرين كده، معدل 3 معالق او 4 معالق من الميه. وبعد كده بنبدأ نقلب بقى السمنة كده مع السكر. وكان عندي كده معلقتين من وش اللبن حطيتهم كمان، لو مش عندك خلاص مفيش مشكلة خالص. وبنحط نص كوباية من المية. وبعد كده بننزل على الخليط كله كده، على المواد الجافة اللي هي البسبوسة مع جوز الهند. وبنبدأ نقلبهم كويس جدا جدا جدا. انا طبعا هنا الخطوة كان التليفون ما صورش الحتة دي، فانا هوريها لك دلوقتي وانا بصب البسبوسة الخليط كده. طبعا اهو، انا طبعا كنت حطيته بقى في الصينيه بتاعتي تاني، وفضلت اقلب فيه كله كده لحد ما اداكي اللون المتكرمل الجميل ده. ده طبعا يا جماعه بيبقى نتيجه ان السكر متكرمل بيديكي اللون ده. عايزه اقولك ما فيهاش اي افتكاسه ولا فيها اي حاجه، وعايزه اقولك ناجحه مليون في الميه. والله ناجحه مليون في الميه. ما بتحطيش لبن ولا اي حاجه، انت بتعمليها بميه بس. يعني انت بتنزلي عليها بنص كوبايه من الميه. وبعد كده خلاص كده بنجيب صينيه طبعا مقاس 30، وبندهنها سمنه كده من تحت. وبننزل عليها بقى بالخليط زي ما انت شايفه كده. صلوا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. وطبعا فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه طبعا، وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه. يا رب كده الفيديوهات اللي احنا بنقدمها تكون بتعجبكم، وتكونوا بتستفادوا منها كمان. هنا بقى طبعا كان عندي كده شويه لوز، فكسرتهم كده قطعتهم بالسكينه. لو عندك بندق تمام، لو عندك سوداني تمام، مفيش مشكله خالص. وكسرتهم كده بالسكينه حتت صغيره كده قطعتهم. وهبدأ بقى احط ارشهم كده على وش البسبوسة من فوق. بصي شكلها اصلا تحفة، تحفة بجد. دي يا جماعة بسبوسة المحلات، عارفة اللي هي بتشم ريحتها كده من اخر الدنيا. عايزة اقولك ريحتها تحفة وطعمها كان يجنن. بس بجد يعني للناس اللي مش بتحب الحاجة سكرها زيادة، ما تكرمليش كوباية سكر. كرملي نص كوباية بس، نص كوباية سكر بس كرمليها بس. وبعد كده طبعا بتكوني مسخنه الفرن على درجه حراره 180. طبعا عايزه اقولك انها ما بتغيبش في الفرن زي البسبوسه العاديه، لان طبعا هي تعتبر بتبقى يعني نص سوا.
انت طبعا الكرملة السكر دي بتبقى طبعا يعني خلاص مدياكي اللون اللي انت بتبقي طول الوقت عايزة توصلي له. فهي طبعا ما بتاخدش وقت خالص في الفرن، ممكن مثلا 12 دقيقة بالكتير قوي بتسيبيها في الفرن. وطبعا كل شوية بتشقري عليها كده عشان يعني تبقى تديكي السوا التمام. بعد كده خلاص هي كانت طلعت اهو من الفرن زي ما انت شايفة كده. خلاص هنا كده كانت طلعت من الفرن. عايزه اقول لك بقى طبعا وهي سخنه كده بتنزلي عليها بقى بكميه الشربات اللي انت بتبقي عاملاها. طبعا احنا بنبقى سايبين الشربات بيبقى بارد، طبعا بتنزلي عليها كده بالشربات. طبعا هي عشان سخنه مولعه جدا. بصي بتشرب الشربات في ثانيه. اول ما البسبوسه معاكي تشرب الشربات زي ما انت شايفه كده، اعرفي ان انت كده البسبوسه بتاعتك ناجحه. مليون في المية بتبقى البسبوسه بتاعتك ناجحه اهو. بصي بتشرب الشربات بتاعها في ثانيه. طبعا هنا بتسيبيها، طبعا ما بتقطعيهاش على طول عشان هي بتبقى سخنه جدا. بتسيبيها تستهدى شويه كده وبتغطي عليها. طبعا انا هسيبها. بصي انا بوريها لك ازاي ان هي كده خلاص تمام، ما فيهاش اي مشكله خالص اهو. انا بس كنت بزود هنا شويه شربات كمان كده تمام. هنسيبها بقى تستهدى خالص بس بمعدل نص ساعه بس، بتكوني مغطيه عليها كده لحد ما خلاص كده. انا كده خلاص سبتها استريحت. هقطعها بقى اهو. طبعا بتجيبي بقى كده حاجة بتقطعي بيها اهو. وهنبدأ بقى اطلعها قدامكم كده وهدوقها. عايزة اقولك والله والله طعمها احلى من البسبوسة العادية. انا عملت البسبوسة العادية على القناة، اللي عايز يعرف طريقة البسبوسة العادية هتخشي شوفيها على القناة. عايزه اقولك بس البسبوسه المكرمله ليها طعم تاني خالص، طعم وريحه تانيين، عامله زي بتاعه المحلات بالظبط. والله طعمها وريحتها يجنن. احنا بجد كنا متشوقين ندوق طعمها قوي من جمالها وجمال ريحتها. كنا متشوقين ندوق طعمها. بس هي المشكله الوحيده ان السكر بتاعها جه زايد شويه بس. هي دي المشكله الوحيده اللي انا بقولك عليها بقى. عشان لما تيجي تكرملي السكر ما تكرمليش كوبايه كامله، كرملي نص كوبايه بس عشان تديكي نتيجه مظبوطه في السكر.